السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم الطماطم، هنفرزها بطريقة سهلة جدا ان شاء الله تعجبكم. الحقيقة دي اسهل طريقة انا عملتها بكذا طريقة قبل كده، بس دي اجمل طريقة واحسن طريقة فيهم، بتوفر عليك الوقت والمجهود. طبعا هنا معايا الطماطم دي احسن طماطم، اللي هي الطماطم بتاع الصيف، اللي هي يعني ما بتبقاش جامده قوي ولا مستويه قوي، يعني حمرة كده، بتبقى حمرة طبعا من بره ومن جوه. و... واحسن وقت يعني ان احنا نفرز في الطماطم الوقت ده، لانها بتبقى كتيره وبتبقى برضو يعني مش غاليه قوي. اول حاجه طبعا انا الطماطم دي حوالي 5 كيلو، غسلتها بقى كويس وبشيل القمع اللي فوق ده، وببدأ آه، يعني لو في اي حاجه، يعني طبعا انا ببقى منقياها واحده واحده، يعني منقياها بالواحده، ومنقياها تبع طلبي، يعني تبع ان انا اعمل صلصه، ببقى منقياها يعني مش جامده قوي، بس سليمه يعني مش بايظه ولا حاجه. بدات طبعا كده اقطعها زي ما انت عايزه، لو حتى عايزه تحطيها سليمه ماشي مفيش مشاكل. قطعتها كده الواحده نصين، لو عايزه برضو تحطيها سليمه عادي. هنا طبعا خدتها على البوتاجاز على نار عاليه، و ما حطيتش ولا نقطة مية، هي كده كده بتنزل المية اللي فيها. هنا بقى هضيف عليها معلقتين من البابريكا، احنا قلنا دول 5 كيلو طماطم، او ما يقارب من 6 كيلو يعني. حطيت عليها معلقتين بابريكا، وضفت كمان معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح، عشان يدي بقى فيها كده طعم الصلصة، والبابريكا كمان تديها لون حلو، تعزز اللون بتاعها شوية. طبعا بقلبها بقى، بسيبها على النار لغاية ما تصفي المية اللي فيها. بصوا زي ما حضراتكم شايفين بقى، دي كلها كده مية، دي كلها مية من الطماطم، انا ما ضفتش اي مية خالص. بخليها معايا بقى لغاية ما تقصر، وانا متابعاها عشان الحلة ما تشيتش من تحت. كل شوية طبعا ببقى مهدية النار بقى، وكل شوية بقلب الطماطم بتاعتي. بصوا بقى هي قصرت ازاي، لان انا عايزة القوام بتاعها يبقى تخين شوية. هتوفر عليها كمان مكان في الفريزر لو انت ما عندكيش مكان، وكمان هتوفر عليا مجهود، هطلعها جاهزة يعني، اعمل اللي انا عايزاه يبقى الكيس جاهز كده. تاني حاجة بقى طبعا بعد ما قصرت معايا الطماطم بالشكل ده كده، هي فيها شوية مية، وانا مش عايزاها برضو ايه يعني تخينة قوي، وهي كده كمان مركزة. خدتها بقى على الخلاط، كمان بتبقى سهلة جدا لما بتعمليها بالطريقة دي. يعني لو عندك شوية طماطم زيادة وعملتهم بالطريقة دي وضربتهم في الخلاط، ما بتطلعش قشر معاكي كتير، بتوفر معاكي كمان. خدتها بقى بعد كده، بعد ما ضربتها في الخلاط، هبدأ بقى اخدها على مصفى كده، اخرمها ضيقة، عشان بقى لو في بذر او في قشر كده ولا حاجة هيطلع منها، مش بيطلع منها قشر كتير زي ما احنا قلنا. وهبدأ بقى كده اصفي الكمية اللي انا ضربتها دي. زي ما حضراتكم شايفين كده كده، انا انتهيت من الكمية بتاعتي، صفيتها كلها. بصوا بقى القوام بتاعها، يعني مش سبيكة جاهزة، يا دوب كده هتاخديها على الحلة على طول، مش هتحتاجي تسبكي ولا اي حاجة. وهنا بقى انا هعبيها. طبعا كل واحد بيبقى عارف انت هتعبيها حسب الطبخة بتاعتك، يعني ممكن اعبي كيس صغير شوية، ممكن اعبي كيس كبير، عشان افتح الكيس على قد الطبخة اللي انا هعملها. بعد ما عبيتها كده في الاكياس، هي طلعت معايا 5 اكياس، بس فيهم اكياس كبيرة واكياس صغيرة. الاكياس الصغيرة دي لأي حاجة كده بسيطة، والكبيرة دي بقى ممكن بيبقى طبخة كبيرة، ممكن هعمل كشري. طبعا الكشري احنا بنحب فيه الصلصة كتيرة شوية
كده بقى طريقة سهلة وجميلة جدا، اتمنى انها تعجبكم. احطها بقى في الفريزر، وفي اي وقت يعني انا لو ما عنديش وقت، انا كده كده بعمل من الطماطم الطازة، لو ما عنديش وقت بطلع الكيس وبيبقى جاهز معايا على طول. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والقاكم بخير.